خرجنا على الشارع التونسي بالضبط في شارع حبيب بورقيبة باش نسألوا المواطن التونسي علاش ولا يهتم ياسر بالسياسة، ما عادش يهتم لا بالكرة لا بالحفلات. الفنان مراد بن نافلة شنو رايه في الظاهرة هذه وكان يحكينا عليها شوية. عسلامة. بون المواطن التونسي علاش ولا يحكي معناها 12 مليون يحكيو سياسة كيما كانوا 12 مليون تو سامبلومون يحكوا كورة تو ولا يحكيو سياسة معناها التونسي التونسي يقوى واحد في معناها في يبدل الباج معناها في ساعة يبدل الباج اكثر ميم تريبل ولا ما نعرفش قداش دونك اوتوماتيكمون وقت اللي جات الثورة الناس كانت ما تفهمش حاجات في السياسة معناها افورس دو السيتياسيون بيان الوضع اللي موجود توا في تونس من غير ما تشعر معناها توا بريسك عامين دونك بالسيف عليه باش يولي يحكي سياسه باش يكون موجود معناها في يبرز معناها وجوده ولا انه يحكي على السياسه كي يدخل القهوه يحس روحه باش يلقى راحته كي يحكي على السياسه معناها هو مش يلقى راحته ولا يبرز وجوده هو بطبيعته كيانه موجود ويكزيستي هو التونسي في اي بلاد في العالم يمشي له يكزيستي كما قلت لك معناها يدبتي روحه في ساعه التونسي ولكن الناس اللي قاعده معاه واللي في الدار والاخبار والتلفز واللي ديبا اللي تصير في التلفز الكل حتى انتم تي تي ان ولا شنو تلفاز تونس واحد تلفاز تونس واحد فوالا معناها عاملين ديبا في التونسيه عامله الوطنيه الاولى واثنين معناها افورس الحكايات الموجوده والوضع الموجود دونك شو اللي يحكي بالسيف هذاك التونسي معناها يولي بالسيف عليه باش يحكي سياسه كما كانوا يحكوا كره كلها محامين ولا تحلل في السبور وناس عاديين تحلل السبور وكلها ديزونترونور وكلها جوارات دونك تو كلها سياسي هاك تشوف الشعب التونسي الكل دورها يحكي بوليتيك فهمتني وما عادش تو العباد حفلات وما نعرف شنيا على خاطر ماك تعرف معناها انتخابات على الابواب وثوره وكل شيء ونحبوا على حكومه باهيه وحكومه تحقق لنا المطالب نتاعنا وتو الحاجات هذه الكل خاطر التوانسه يحكيوا في السياسه يحكيوا في الكره يحكيوا في الطب التوانسه الكل محلين في الكره التوانسه الكل محلين في السياسه التوانسه الكل يفهموا في السياسه ويعرفوا ايش معناها سياسه التوانسه يعرفوا الحريه ما نعرفوا حتى شيء من الحريه التوانسه الكل بفيهم انا ما نعرفش معناها حريه خاطر الحريه لازم نحترم غيري قبل ما نحترم روحي فهمتني باش هو يحترمني التوانسه لقاو فاش يتلهوا قبل الزين لهنا في شويه كوره واحد وكل شيء تلهينا شويه كوره شويه مهرجانات هيفا وهبي ناس عجرم مدري شنو تلهينا فيهم تو ما عادش عندنا فاش تلهوا بطوله من غير جمهور الجمهور فاش باش تلهى باش تلهى في السياسه والله من ناحيتي انا نشوف خاطر تونس كل تويك حاله عايشه حاله اكسبسيونيل معناتها استثنائيه هذاك علاش وليو يحكيو في السياسه قبل يحكيو كان على الكره خاطر فما كان الكره حاجه هي مثيره في تونس الكل. ايوه توا اللي يفهم واللي ما يفهمش يحكي في السياسه كيكا صغير كبير انت تشجع الظاهره هذه؟ ليه علاش تشجع فيها ما كيكا ولي دخل بيز ما عادش سياسه لازم اللي يفهم يحكي واللي ما يفهمش يجبد روحه علاش باش يحكي في السياسه. اي باش يدخل للسياسه بطبيعته بشر هو كان مربوط بالكره علاش؟ على خاطر هو محصور في الكره توا كي عنده ولات فما حريه وفما كل شيء موجود فهمت بالطبيعه باش تلهى بالسياسه باش يعرف شنو البلاد وين ماشيه فالاتجاه بالضبط ماشيين احنا وان شاء الله خويا ان شاء الله نمشوا كان الطريق الصحيح وان شاء الله تواصل البلاد وان شاء الله تقف رجالها وان شاء الله تونس قدام وكا خاطر التونسي توا مشكلته الوحيده السياسه حب يعرف وين مصيره لا اكثر ولا اقل. نقول لك التونسي بصفه عامه عقله كبير ويفهم من قبل يفهم في السياسه من قبل كان مقموع وما نجمش يتكلم انت حتى في دارك ما تكلمش على السياسه توا تسرح. وهكا تعرفنا على راي التونسي اليوم علاش يحكي ولا كان سياسيا وعرفنا علاش العوامل اللي خليته يحكي كان سياسيا. إن شاء الله تلفاز تونس واحد تودكم بالعديد من المواضيع الأخرى وتتطرق في حياتكم في حياة المواطن التونسي ونخرجوا ونتحاوروا معاكم ونتناقشوا معاكم ونعرفوا العديد من الأشياء
اللي تخص تونس وتخص بلادنا، وباش نحاولوا نقدموا وتسعى بلادنا ديما الى الاحسن.